السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم محشي كوسة ومحشي بتنجان. قبل اي حاجة هنقول بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا هنا كوسة متقورة اهي وبتنجان متقور، هنعمله معاكم مع بعض. انا قبل كده عملت معاكم الكرنب، النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكوسة والبتنجان. بس الاول كده عايزة اقول لكم معلومة تركية هنا انا بعملها. البتنجان هنا طبعا كلنا معظم الناس بتقوره وتحشيه على طول، لا، انا بقوره واحطه في الزيت كده، مجرد بس ما يغير لون بيبقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، وما بيبقاش مهري ولا مستوي ولا اي حاجة. اهو قدامكم البتنجانة عاملة ازاي اهو، شايفين؟ مش مستوية خالص ولا مهرية، وبتبقى طعمها تحفة. جربيها بس المرة دي بالشكل ده، وانتي بصراحة مش هتبطلي تعمليه كده تاني. اول حاجة بقى ايه كده احنا جهزنا معاكم البتنجان والكوسة جاهزة اهي. هنبدأ مع بعض الاول نعمل التسبيكة بتاع الطماطم عشان نجهز بقية الخطوات. اول حاجة هنجيب حلة معانا فاضية اهي، وهنحط فيها سمنة على النار، وهبقى معايا توم مهروس وعليه شطة مهروسة كده. زي ما انتوا لو كنتوا شفتوا الفيديو بتاع محشي الكرنب، هتلاقي نفس الخطوات دي بالظبط انا عاملاها فيه. لو حابين تشوفوه ممكن احطه لكم في صندوق الوصف اهو. هنزل بقى ايه اول ما السمنة تفك كده، هبدأ انزل بالثوم على طول اهو. ولو وصلت لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكملي معايا الفيديو للاخر. صدقيني فيه خطوات جديدة وتريكات جديدة كده هبدأ اعملها معاكم دلوقتي اهوت. انا بقى موطيه على النار عشان هقطع بصلاية كمان، بحط توم مهروس وبصلاية وبيدوا طعم جميل مع بعض اهو. هقطعها كلها معاكم زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نحمرها سوا. انا هنا يا جماعة ما حبيتش ان انا يعني اقطع من الفيديو او احذف حاجة. عايزاكم تشوفوا الخطوات كلها عشان تشوفوا التركات والخطوات اللي هي الصغيرة دي بتفرق قد ايه في المحشي وبتدي طعم خطير. خلوكوا بس معايا للاخر وهتعرفوا البتنجان هيطلع طعمه ايه والكوسة كمان وسواهم، لان انا مش هسويهم بالطريقة العادية التقليدية اللي الناس كلها معظمها عارفاها. لا، انا هعملها بطريقة جديدة. عشان كده كملي بس معايا الفيديو للاخر اهو. هقطعها كلها كده حتت صغيرة مع التوم المهروس اهو. ولو عجبتك بقى الطريقة ما تنسيش بقى اللايك وتقولي لي رأيك في الكومنتات اهو. هبدأ اعلي النار بقى عشان انا كنت مهديها على ما اقطع البصلايه. هبدأ اعلي النار وافككها كلها اهوت لحد ما تحمر معايا. تمام اهو. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين معايا تحمر بقى اهو. هنا بقى انا بنزل بالتوابل. البهارات دي بتاعتك، تحطي كمون، تحطي فلفل، تحطي فيها عند العطار بيتباع خلطة محشي، ممكن تجيبي منها وتحطي برضه بتدي طعم جميل. تحطي 7 بهارات وتظبطي بقى ملحك وكده اهو. وبعد ما تحمر بقى هبدأ عندي بالطماطم. انا ببقى مسويه الطماطم وحطها في الفريزر، بطلع كيس وعلى طول وانزل بيه على الثوم والبصل بعد ما اتحمروا اهوت. ما فيش بيفك معايا بسرعة وكمنها بتستوي ما بتاخدش وقت معايا اهو. هحطها بقى واسيبها تتسبك براحتها، وابدأ ايه اقطع الخضرة معاكم. تشوفوا دلوقتي معاكم اهو. هنا بقى ايه على ما الطماطم تتسبك براحتها، انا جايبه هنا خضره مشكله، بتبقى كزبره وبقدونس وشبت. وزي ما انت حابه برضو طريقتك في الخضره، بتجيبي نوع واحد ماشي، حابه تشكلي زي كده بتبقى جميله وبتدي طعم جميل. هبدأ بقى اهوت ببقى مقطعه، مش شايله بقى، منضفاها كويس وشايله الحتت اللي فيها من فوق كده واهو. اخد حبة حبة بقى واجيب السكينة واقطعها معاكم كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو خليكي مكملة عشان برضو في تركاية هقولك عليها دلوقتي بتدي طعم جميل للمحشي. هو المحشي ده يا جماعة بيبقى يعني خطواته كتير بس بيبقى سهل وبسيط اهو.
اقطعها حتت كده، ودي اسهل طريقة بصراحة للتقطيع على البلانشة كده، بتتقطع معاكي بسرعة وبتبقى سهلة. طبعا بعد ما بنخلص بنغسلها كويس ونسيبها تصفي في مصفى، لانها بتبقى بره مع البياعين وكده، بتبقى في الهواء والتراب والعفرة، فبتبقاش نظيفة اهو. وتصفي كويس معاكي عشان برضو ايه ميبقاش فيها ميه وتبوظ المحشي معاكي وتخليه يحمض وكده اهو. خلصها بقى كلها، الكمية كلها اهو. خليكم معايا عشان في تركايه دلوقتي هقولك عليها برضو. دي الخطوات اللي انا بعملها دي انا بطبقها سواء في محشي الكرنب او محشي كوسة بتنجان فلفل ايا كان. كده بقى بعد ما الخضرة كلها هي قطعتها، هنا معايا اجيب حوالي 3 قرون شطة، هقطعهم حتت صغيرين وابدأ احطهم ايه على الخضرة اهو. طبعا انا كنت برضو حاطه 3 قرون او قرنين، حوالي قرنين كده على الثوم وانا بهرسه تمام. برضو ديت بتدي طعم جميل جدا وما بتغيرش من طعمه، لا بالعكس ده بتديله احسن، يعني طعم احسن اهو. اهو بقطعها حتت صغيرة وبحطها مع الخضرة، ما بتبانش بصراحة لا في السوا ولا بتبان في الخضرة، هي بس بتدي طعم. انما كأن هي تلاقيها مثلا طعمها مش حلو او كده، لا خالص اهو. عايزه انتي تحطيها بتحرق مفيش مشكله، برضو انا بحطها بارده عشان معايا اطفال وكده، ما ينفعش احط حاجه فيها شطه اهو. طعم هما 3 قرون بالظبط، مش بكتر بصراحه اهو. ما عندكيش شطه وعندك فلفل، ممكن برضو تقطعي قرنين فلفل، مفيش مشكله، هي نفس القيمه بتاعتها في الطعم وفي الريحه، ما بتغيرش حاجه اهو. قطع ده كمان معاك اهو. وبعد كده بقى هروح للطماطم، هتكون اتسبكت بقى، هبدأ احط الرز والخلطة بتاعتها ونكمل مع بعض اهو. دي يا جماعة دي خطوات بالراحة خالص اهيت لأي واحدة مبتدئة عايزة تعمل محشي وبتخاف تعمله او مش عارفة تعمله ازاي تمام. كده بقى هنا هو الطماطم اتسبكت اهي. هبدأ بقى عندي الرز، الكمية بتاعتك اللي انتي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها بتحددي الرز بتاعك. انا هنا الرز بتاعي اهوت غسلاه ومصفياه كويس. هبدأ انزل بقى ايه على الطماطم، وانا هعمل كل ده والنار شغالة، انا مش هطفي النار لا، انا هعمل كده وهنزل بالرز على الطماطم اهو وهشوحه. يعني هفضل اقلب كده، وما تخافيش الرز ما بيشيتش ولا بيستوي ولا اي حاجه خالص، بالعكس ده بيتشرب بكل حاجه وبيبقى طعمه جميل ومفلفل اهو. وما بيبقاش بقى فيه ميه ولا كده، والصلصه كلها بتتشرب معاه اهو. بقلبه كويس وبعد كده ايه هبدأ انزل بالخضرة اللي انا طبعا زي ما احنا قلنا غسلاها ومصفيها كويس، وحط عليها الشطة اللي انا ايه كنت مقطعاها اه. وبرضو الطماطم ديت بتاعتك انتي، حسب يعني حسب ما انتي بتحبي. انتي شايفة ان كده طماطم كتيرة عايزة تقللي برضو قللي، عايزة تزودي، المهم الخطوات الاساسية انتي بتعرفيها اهو. قلبته كويس اهوت وتشرب ومفيش اي حاجه خالص اهو. بطفي النار بقى وهنزل بالخضره. اهم حاجه تكوني طافيه النار عشان الخضره ما تستويش في الرز وتسود معاكي. هنزلها بقى بعد ما طفيت النار، بتفضل خضره بقى وشكلها جميل اهو. دي الكميه اللي انا هحطها، انا بحب خضرته كتير، فدي الكميه اللي انا هنزلها ماشي اهو. اقلبها كويس برضو. طبعا بتبقي مظبطه ملحه، لان ما بتحطي الرز والخضره اكيد بيحتاج ملح تاني، فتظبطي ملحه وتخليه كويس مش محتاج حاجه، بحيث اما يجي يستوي يبقى خلاص كل حاجه مظبوطه معاكي، مفيش حاجه تقلل من طعمه او كده اهو. انت بس محتاجه طولة بال بس في المحشي ده، انما هو سهل خالص مفيهوش اي حاجه. كده خلاص اهوت. بعد ما عملت الخلطة اهيت كبيتها هنا، قلبتها هنا في الصينية دي عشان اعرف احشي. وهنا بقى يا جماعة دي التركاية التالتة اللي انا هقولكوا عليها، بعملها برضو في سوى المحشي ده.
دلوقتي انا معايا كوسه ومعايا بتنجان، انا الاتنين هحشيهم وهحطهم في صينيه واحده، وانا طبعا هحط الكميه اللي مناسباني انا حسب اكلي انا. انما انتي ممكن توسعي وتجيبي صينيه اكبر تكتري الكميه على حسب عدد افراد اسرتك يعني. انا هبدا بقى هحشي الكوسه ديت والفها داير ما يدور. وخلي بالك ان احنا اي حاجه بتحشيها بتنجان فلفل كوسه ما تخليهاش مكتومه قوي او ما يعني محطوطه فيها قوي الرز قوي، عشان اما يجي يستوي الرز بيزيد فما يبقاش طعمه معاكي وحش. اما يبقى مهوي كده بيدي طعم جميل في الاكل اهو. انا هاخد بقى ايه داير ما يدور كده، هعمل دايره كده بالكوسه وهحط في وسط البتنجان، اني انا بشكله بس على حسب ما كل واحد بيحب يعني، فاهمين اهو. فالرصة دي براحتك يعني، هتكتري الكوسة تقللي تزودي بتنجان تعملي نوع واحد بس برضو مفيش مشكلة، بس انا بقولك على خطوة اللي هي خطوة السوا ازاي تسويه. هنا برضو البتنجان اهو، انا برضو مش هملاه للاخر عشان ما يبقاش مكتوم كده وتحسيه طعمه مش حلو، لا شايفة اهو مياخدش وقت معاكي. وشايفة البتنجانة مهوية خالص اهي اهو. كده انا بوريها لك اهوت عشان تشوفي ازاي بيبقى معمول اهو. هعمل معاكي تاني اهوت عشان تشوفي اهو. كل ده والله يا جماعه حشيه وانا واقفه، ما مش بياخد وقت خالص اهو. اهو هبدا ارص بقى وهكمل الصينيه دي كلها. وهنعمل ايه بقى هنا بقى هسويه ازاي، هسقيه شوربه واحطه في الفرن. ايوه ما تستغربيش، هحطه في الفرن بيبقى طعمه حكايه. وجربيه، انا عايزاكي بس تجربيه المره دي وتشوفي الفرق بين اللي انت بتعمليه على البوتاجاز وبين ده. صراحه بتبقى الكوسه او البتنجانه مفلفله وطعمها جميل ومحمره من فوق ومن تحت وجميله اهو. كده انا عملت الرصه بتاعتي، انا حابه البتنجان يكون اكتر من الكوسه فعملته بالشكل ده. هسقيه بقى الشوربه وادخله في الفرن لحد ما يحمر ويستوي وياخد لون من فوق ومن تحت واطلعه معاكم. ما تنسينيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناه وتقولي رايك في الكومنتات اهو. وجربيه بس المره دي وهتدعيلي ان شاء الله اهو. هسقيه بقى وادخله معاكم واستنوا بقى نشوف في الاخر هيطلع عامل ازاي اهو يا جماعه. انا بس هنا كنت حابه ان انا اعرفكم ازاي بتعمليه وبترصيه عشان يطلع معاكي بالشكل اللي انا هوريهولك دلوقتي. معلش الفيديو طول شويه اهو. كده بقى بعد ما طلعته شايفه اللون والطعم تحفه ومفلفل من جوه ومش مهري ولا الكلام ده خالص، والبتنجانيه او الكوسه بتطلع سليمه زي ما هي اهو. هبدا بقى اجيب طبق واطلع واحده كوسه وواحده بتنجان وافتحها معاكم واوريكي قد ايه هو الرز من جواه مش معجن ومفلفل وطعمه خطير اهو. اهو يا جماعه اهو بفتحه لك اهو بطلع لك الرز منه عشان تشوفي قد ايه يعني في مصداقيه. انا بوريكي كل حاجه اهو اهو. وبكده بقى يا جماعه تكون وصفتنا خلصت، عملنا معاكم المحشي. استنوني بقى في وصفه جديده ومع السلامه.